لو صحيت بكرة الصبح ولقيت مفيش موبايل، مفيش نت، مفيش كهرباء، تفتكر تقدر تعيش ولا هتحس إنك تايه؟ هو إحنا محتاجين التكنولوجيا ولا إحنا اللي بطلنا نعرف نعيش من غيرها؟ كلنا من غير ما نحس بقينا نعتمد على التكنولوجيا في كل تفاصيل حياتنا، من أول ما بنصحى لحد ما بننام، بس هل ده عيب التكنولوجيا ولا عيبنا إحنا؟ التكنولوجيا في الأصل نعمة، لكنها بقت عند ناس كتير لعنة، أنت اللي بتختار هي هتبقى إيه. بس قبل ما تجاوب خليني أحكي لك شوية حاجات ممكن تغير كل تفكيرك. Let's go! زمان أيام جدودنا كان في حياة وكان في سعادة وكان في ضحك من غير موبايل ومن غير نت ومن غير لايكات ومن غير ترندات. الناس كانت بتتكلم مع بعض، الناس كانت بتقعد مع بعض، الناس كانت بتاكل مع بعض وتضحك مع بعض، كان في لمة، كان في دفء. دلوقتي بقينا قاعدين مع بعض بس مش مع بعض، كل واحد ماسك موبايله وغرقان جواه. بقينا بنكلم بعض على واتساب واحنا قاعدين في نفس الأوضة، بقينا بنضحك على فيديوهات لكن عمرنا ما ضحكنا مع اللي جنبنا ضحكة من قلبنا. ايه اللي حصل؟ ايه اللي غيرنا كده؟ التكنولوجيا ولا احنا اللي غيرنا نفسنا؟ الحقيقة إن التكنولوجيا مش غلط، التكنولوجيا حاجة عظيمة، اختراع بيسهل علينا حاجات كتير. دلوقتي أنت تقدر تتكلم مع واحد في آخر الدنيا كأنك قاعد معاه على نفس الترابيزة، تقدر تتعلم وأنت في بيتك، تقدر تشتري وأنت في سريرك، تقدر تعمل اجتماعات وتخلص شغلك من غير ما تخرج. بس لما تسيبها تسرقك، لما تسيبها تسرق وقتك وتسرق عقلك وتسرق حياتك كلها، لما تبقى عايش في عالم افتراضي وتنسى العالم الحقيقي، وساعتها بتكون حولت النعمة لنقمة. خليني أحكي لك شوية حكايات، شوية مواقف حصلت فعلا، ناس زيي وزيك لكنهم وقعوا في فخ التكنولوجيا. في يوم 12 يناير 2012 في أمريكا، شاب سايق عربيته ومركز مع الموبايل، كان بيكتب رسالة وهو سايق، في لحظة خبط في عربية تانية كانت فيها أمه وبنتها. الحادثة كانت مميتة، البنت الصغيرة ماتت في نفس اللحظة والأم اتنقلت للمستشفى وهي بين الحياة والموت. كل ده علشان رسالة، لحظة واحدة ضيعت عمر. الموبايل مش غلط، الموبايل ما اتحركش لوحده، اللي غلط هو اللي اختار يستخدمه في وقت غلط. وفي سنة 2015 في كوريا الجنوبية كان في حفلة موسيقية كبيرة والناس كانت بتتجمع وبتتصور، الكل مركز في الموبايلات، كل واحد عايز ياخد أحلى لقطة، ياخد أحلى فيديو. في وسط الزحمة كانوا واقفين فوق غطا صرف مش متثبت كويس، الغطا وقع ووقع معاه أكتر من 16 شخص، ماتوا في ساعتها. الناس كانت مشغولة بالتصوير لكن نسيوا يبصوا تحت رجليهم. وفي 2017 هنا في مصر حصلت حكاية صعبة أوي، ولد صغير من ضمن اللي وقعوا في فخ لعبة اسمها الحوت الأزرق، طبعا كلنا فاكرينها. اللعبة دي بتدخل لعقل الأطفال وتسيطر عليهم، بتديهم تحديات كل يوم تجرهم خطوة بخطوة لحد ما توصلهم لفكرة الانتحار. الولد الله يرحمه كان ضحية، مش ضحية لعبة لكن ضحية غياب الرقابة، ضحية إنه دخل عالم التكنولوجيا لوحده من غير ما يكون معاه حد كبير يفهمه الصح من الغلط. وفي 2018 حصلت فضيحة هزت العالم كله، فضيحة تسريب بيانات فيسبوك. شركة اسمها كامبريدج جمعت بيانات أكتر من 87 مليون شخص بدون ما يعرفوا. الشركة استخدمت المعلومات دي علشان تتحكم في عقول الناس، تتحكم في اختياراتهم، تتحكم حتى في آرائهم في الانتخابات. الناس اكتشفوا إنهم كانوا مكشوفين، كل حاجة بيكتبوها، كل لايك بيعملوه، كل كلمة بيتكلموا بيها كانت بتتجمع وبتترتب وبتتوظف ضدهم. التكنولوجيا اللي كنا فاكرينها وسيلة للتواصل طلعت وسيلة للتجسس، واحنا اللي سلمنا نفسنا. وفي أكتوبر 2021 حصل عطل عالمي لفيسبوك وواتساب وانستجرام، الدنيا كلها اتلخبطت، الشركات وقفت، التواصل اتقطع، الناس حسوا إنهم تايهين. تخيل 6 ساعات بس كانت كفاية تخلي الناس تحس إن حياتهم وقفت، مع إننا كنا عايشين من غيرهم قبلها، بس بقينا مدمنين، بقينا مش عارفين نعيش من غيرهم. وفي يوم 6 يوليو 2013 في أمريكا، طيارة كانت جاية من كوريا، الطيارة نزلت بسرعة أقل من الطبيعي وخبطت في عرض المطار، 3 أشخاص ماتوا وأكتر من 180 اتصابوا. التحقيقات أثبتت إن الطيار كان معتمد زيادة عن اللزوم على التكنولوجيا، نسي الطيران اليدوي، نسي إنه المفروض يراقب بنفسه، نسي إن التكنولوجيا ساعات بتخون. التكنولوجيا سهلت عليه لكنها وقعته. وفي الصين سنة 2016 شاب كان مهووس بألعاب الأونلاين، قعد 20 ساعة متواصلة بيلعب، نسي ياكل ونسي يشرب ونسي يتحرك. فجأة وهو قاعد مات قدام الشاشة اللي كانت واخداه من الحياة. ساب حياته علشان لعبة، كان فاكر إنه بيهرب من العالم لكنه هو اللي خرج بره الدنيا. وفي اليابان سنة 2019 شاب كان عايش حياة كاملة أونلاين، كان بيشتغل من البيت، بيتكلم مع أصحابه على النت، بيطلب أكله دليفري، لدرجة إن جيرانه لما ما شافوهوش فترة افتكروا إنه مسافر، لقوه ميت في شقته بقاله أيام. محدش حس بيه، العالم الافتراضي خد كل حاجة، حتى اللحظات اللي كان ممكن يعيش فيها مع ناس حقيقيين. وفي نفس السنة في أمريكا طفلة صغيرة عندها 10 سنين كانت بتعمل تحدي من تحديات التيك توك، تحدي اسمه الاختناق المؤقت، تجربة مجنونة كده كان بيعملها الأطفال علشان يوصلوا لحالة إغماء لحظية. الطفلة عملت التحدي لوحدها في أوضتها لكن ما عرفتش ترجع، ماتت في مكانها. لعبة على السوشيال ميديا حولتها من طفلة بريئة لضحية. الناس دي مش بعيدة عننا ولا بعيدة عنك ولا بعيدة عن اللي حواليك، كل واحد فينا معرض يكون في نفس المكان، معرض يسلم نفسه لعالم افتراضي ياخده بعيد عن نفسه، بعيد عن اللي بيحبهم، بعيد عن حياته الحقيقية.
التكنولوجيا مش عدو، التكنولوجيا إحنا اللي اخترعناها. المفروض تفضل زي ما هي أداة، المفروض تفضل وسيلة، مش المفروض تتحكم فيك، مش المفروض تسرقك من نفسك، مش المفروض تخليك عبد ليها. أنت اللي بتقرر وأنت اللي بتحدد وأنت اللي بتختار. تستخدمها هتساعدك ولا تسيبها تدمرك. تستخدمها تتعلم ولا تستخدمها تهرب. تستخدمها علشان تعيش ولا تستخدمها تقتل وقتك وتقتل نفسك. إحنا اللي بنديها الحجم، إحنا اللي بنديها القيمة. ولو عرفنا نرجع نعيش تاني، نعيش بجد، نعيش اللحظة، نعيش مع اللي حوالينا، نعيش مع نفسنا، هنلاقي التكنولوجيا رجعت لمكانها الطبيعي، مجرد أداة تخدمنا مش نخدمها. اللحظة اللي بتعيشها دلوقتي مش هتتكرر. الكلمة اللي بتقولها للي بتحبهم ممكن ما تلحقش تقولها بكرة. الضحكة اللي بتضحكها مع أصحابك يمكن ما تتكررش تاني. اوعى تسيب حياتك تضيع على لايكات وكومنتات وترندات. اوعى تسيب الموبايل ياخدك من حياتك. الوقت بيعدي بس مش بيرجع، واللي بيروح مننا ممكن ما نلحقوش تاني. ممكن نرجع نعيش وممكن نفضل تايهين جوه شاشات. الاختيار لسه في ايدك، بس خليك فاكر ان اللي بتضيعه النهارده ممكن تبكي عليه بكره. ولو وصلت لحد هنا يبقى انت اكيد الكلام لمسك. لو حسيت انك جزء من الحكايه دي وعايز تكمل معايا الرحله، اشترك في القناه علشان دايما نرجع مع بعض لاصل الحكايه. ولو شايف ان في حد محتاج يسمع الكلام ده، بعت له الفيديو. يمكن تكون سبب انه يفتح عينيه، ويمكن تكون سبب انه يعيش. اشوفكم بخير.